السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد ان شاء الله. طريقة ديال الشباكية المغربية الرمضانية عواشر مباركة، تخلي لكم بالصحة والسلامة يا رب وباش ما تمنيتو. انا تاني مرة كنصايب الشباكية، هادي شي عامين قبل صاوبتها، وهاد العام هذا تا هو قلت علاش لا ما نجربها. انا درت المقادير ديال نصف كيلو، خرجوا لي ديك الصينيه كامله اللي وريتكم. خرج بزاف وما تيخرجش قليل، يعني واحد التبصيل اللي هو ما كبير ما صغير. انا درت نص كيلو ديال الطحين معبور قد 500 غرام. درت خماره واحده، شويه د الملح، هنايا معلقه القرفه، معلقه ديال حبه حلاوه والنافع، هنا كاس الزبده والزيت مخلطين، هنايا الملون ديال الزعفران باش يعطيها اللون، هنا الجنجلان وانا درت كاوكاو الصراحه باش ماشي نكذب عليكم، درت كاوكاو حيت لحقاش ما عنديش الطحان اللي كطحن مزيان بزز باش طحنت هذا الشيء هذا. كنت غندير بالناقص ولكن ملي تطحن ليا صافي زعمت. بحكم ان داك الزنجلان وكاوكاو تعجنوا تقريبا، احتاجيت كاس ديال الماء الزهر باش جمعت العجينه. ما هي العجينه ديال الشباكيه كتبغي تكون قاصحه، ما درت لا ما لا حتى شي حاجه، من غير داك شويه ديال الماء اللي درت فيه الملون فقط. وما تبقى كاس الماء الزهر من الاحسن، جا فيها مذاق روعه. واخا انا ما كنعرفش نشبك مزيان، ولكن المذاق جا غزال كيحمق ديال المقادير جاو زوينين. وهذه الماء الزهر كانت خوات ليا، درت فيها شويه الماء شللتها كبيتها فيه، ما كثرتش، غير واحد شويه، حيت العجينه ديال الشباكيه كما كتعرفوا كتبغى تكون قاصحه، الا كانت رطبه ما كتصدقش. كل ما كانت قاصحه من الاحسن وترتاح، بحال ما خليتوها ارتاحت كتجي احسن. انا هنايا خلطتها مزيان، غنبقى ندلكها واحد شويه، ما برداتليش قلب القصريه. حطيتها فوق البوطاجي، سطح العمل كما يقولوا، بوطاجي حنا نقولوا ليه بلا ما نزوق الهضره. المهم بقيت كندلك واحد شويه، بقيت نحك هاد العجينه باش تجي الشباكيه زوينه. غير انا ما خليتهاش ارتاحت مزيان، ما كانش عندي الوقت، ما خليتهاش ارتاحت مزيان. من الاحسن هي تبقى ترتاح العجينه، كل ما ارتاحت كل ما كتجي احسن. هنا غندير ليها نغطيها بالسيلوفان ونخليها ترتاح واحد شويه. هنا من بعد ما ارتاحت رجعت جبدتها وقطعتها طريفات. نص كيلو سهل ماهل صراحه، نص كيلو بالزربه كيتصاوب، ماشي بحال كيلو ولا بزاف كيشد الوقت. انا عن نص كيلو شد ليا بزاف الوقت صراحه. انا قطعتهم طريفات صغار، وغندير كل طرف بوحدو. نسيت انايا بقيت كندير كل طرف، عاده من بعد جبدتهم وبقيت كنطلق فيهم واحد شويه، مره وجوج ثلاثه وربعه، وكنطويهم وكنديرهم في السيلوفون، كل وحده في السيلوفون ديالها. تكملت العجينه كامله ديالي. انا راه حاولت نوريكم الطريقه كامله، ما سرعت الفيديو واحد شويه حيت جاني طويل بزاف، جاني اكثر من نص ساعه. سرعت واحد شويه باش ما يجيش طويل. صافي هنايا من بعد ما درتهم في الساشيات كنحاول نسرحهم ونطويهم ونرجع نسرحهم، باش كل ما درتو هاد الطريقه هادي كيجيو زوينين. وتبقاو غاديين على الشكل واحد، طويهم على الشكل مربع. صافي هادي سرحتها كلهم، غنستمر بهاد الطريقه نسرحهم مزيان ونطويهم وداكشي ونخليهم يرتاحوا، باش ملي نبغي نطلقهم ونشبكهم
نجبدها نطلقها نشبكها صافي بلا ما نعاود ندير لها الطريقه هذه تعوجات ليا، ولكن معليش حيت باقا ما كملتش انايا. كل ما دلكتوها احسن هكا بالطريقه هذه كتجي زوينه. كل ما ارتاحت العجينه، اي عجينه ماشي شباكيه مسمن، اي حاجه عجنتوها خليتوها ترتاح، كل ما كترتاح اكثر كتجي زوينه اكثر. ضربني البرد صافي. هنايا غنحاول نطلقها مزيان العجينه. انا كملت، سمحوا لي، هنايا كملت وغادي مبقاش ليا بزاف وغادي نبدا نشبكها. بقات شي حاجه قليله، انا ندير وحده ونعاود نردها في الميكا ونعاود نسرح الاخرى حتى كملت نص كيلو كامل. حاجه واحده اللي نسيتها هي ماشي ماء الزهر، الخل. واحد شويه الخل ما درتوش، ولكن واخا هكاك ما اثرش عليها. هذه زوينه والله، هذه زوينه غزاله تشهي. حتى العسل اللي صاوب جا زوين. انا ما درت لكمش فيديو ديال العسل وفيديو ديال الشباكيه، شربتهم مع بعضياتهم باش بلا ما نطول عليكم. درت فيديو واحد ورا طويل جا، غير انا سرعته واحد شويه. الطريقه باينه وواضحه، يعني واخا مسرع ولكن راه الطريقه باينه، المقادير باينين، كلشي باين. الشباكيه كتبغي العوين الصراحه، كتبغي اللي يعاونك. مثلا انت كتقلي ولا كديري بحال هكا الاخرى، يعني شي حد يكون معك يعاونك، ولكن حنا ما عندنا حد اللي يعاوننا الحمد لله بوحدنا. عندنا ما نديرو. هنا كملت صافي كلهم سرحتهم مزيان. داكشي هذا هو القدر اللي جا ديال نص كيلو. درتهم في واحد المنديل، غطيتهم خليتهم يرتاحوا واحد شويه. انا من بعد ما ارتاحوا خليتهم ارتاحوا، راه مشيت رديت العشاء وداكشي وعاد رجعت ليهم. هنا نبدا نسرح مزيان العجينه. وجبت لك الطابع ديال الشباكيه من المغرب معايا ملي سافرت في الصيف، ربما نديرها. حنا كتاب نيت ودرناها. صافي هنايا خصكم تطلقوها مزيان الصراحه. كل ما طلقتوها انا الصراحه حتى حاجه ما ضاعت، كنحاول نجيبها في التمام والكمال باش ما تضيعش. الشباك راه ما كنعرفش نشبك مزيان صراحه، ما كنعرفش المقادير وداكشي كنعرف ليهم، ولكن الشباك كيجي مشبك ولكن ماشي داك التشباك كيف ما كنبغي انا. يعني هما راه اللي كيعرفوا يشبكوا غتجيهم احسن مني انا في التشباك. المهم انا جات شكل شباكيه وصافي. عيت ما نحاول نتعلم والو، مبغاش نتعلم نية الشباك. هنا وريتكم الطريقه الاولى ديال التشباك العادي، وواحد الطريقه اخرى شفتها عجبتني حتى هي. سرحت العجينه على الطول ديالها وقسمتها بطريقه صغار حتى هاد الشكل جا زوين. هاد الشكل جا زوين، كل ما طولتوها تجيكم احسن، تجي كبيره. انا ما درتهاش كبيره بزاف، القدر اللي قطعت ديال العجينه مانيش كبير بزاف. جا على هاد الشكل هذا. المهم حيدنا الشهوه ديالها، حنا ماشي في البلاد باش نمشيو نشريوها. وهنايا راني غادا شو داك الشكل جا زوين. ايوا هنا درت مرحله القلي.
انا كنحط في المقله وتنقلي. قاوت الكاميرا معاها باش نحاول نتحكم فيها، نشد الفرشه، يعني نشد جوج فرشات بيدي باش نقدر نقلبهم الشويه ملي كتتقلى كتبدا تحل، تشد راسها عاد كدير عاد. صافي هنايا تقلات. كاين شي وحدين سهيت عليهم تقلاو ليا شويه بزايد، حتى في الفيديو الاخير راه يبان لكم. جبت هنايا واحد الشبيكه باش نحط في العسل ونحطها باش تسبر شويه، نرش عليها الجنجلان. هنايا طريقه العسل، درت نص كيلو كيلو عفوا ديال السنيده. كيلو انايا غلطت، كيلو راه كيدار فيها غير نص طرد الماء، انا درت اطراد الماء. هي ماشي مشكله، ولكن السطرو ديال الماء كيطيب بالزربه، ماشي بحال ليطرو. كتخليه يغلى بزاف، شد ليا الوقت بزاف. انا كنت نعسل ناضي يطرو ديال الماء وكيلو د السنيده. درت طريفات الحامض قطعتهم طريفات هكا دايرين. درت شويه ديال الزعفران حتى هو حسب اللون. راه كيتحمر كيجي اللون ديال العسل، ولكن درت شويه وانا ما عنديش قرفه عواد، فضلت نديرها مع جاتني معطله. درت قرفه عاديه ولكن جات زوينه، جات مذاق زوين الطحونه، جات مذاق زوين. في حركت مزيان، سديت عليهم واحد 40 دقيقه. سديت على الكوكوط حطيتها فوق البوطه 40 دقيقه. خليتها 40 دقيقه، ومن بعد العسل ديالي كيف ما شفتوا جا ناضي واعر، ولا هو الشكل النهائي ديال الشباكيه ديالنا. قلت لكم الراحه، تهلاو ليا فراسكم. جات شباكيه ناضيه بنينه لذيذه بالمقادير اللي درت، جات زوينه زوينه بزاف، حتى المذاق واعره حيت المقادير ديالها كلهم مضبوطين. هذاك الشكل اللي درت عجبني احسن من الشباكيه العاديه كما كتشوفوا، بنينه وهشيشه المذاق ديالها بنين بزاف. نقول لكم خليت لكم الراحه، الى الفيديو القادم ان شاء الله، وبصحه وراحه. باي باي.